مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو المنعقد في الصحراء المغربية. والعديد من الإخوة الصحراويين أرسلوا لي وقالوا لا تسميها الصحراء المغربية، سميها الصحراء الغربية، ويسمون المناطق التي تخضع للمغرب بأنها الأراضي المحتلة، والأراضي التي لا تخضع للمغرب بأنها المناطق المحررة. مش عارف محررة من إسرائيل ولا محررة من مين. في الواقع لما ننظر للصور والخريطة والأوضاع في الصحراء المغربية نعجب من موقف الحكومة الجزائرية، لأن في الحقيقة لا أجد بلدا تطعن نفسها بخنجر مثلما تفعل الجزائر والحكومة في الجزائر كما نشاهد الآن. والإخوة الجزائريين لما يشوفوا الواقع الآن على الخريطة سيندهشون ويقولون كيف فعل بنا النظام الحاكم كل هذه المصيبة والكارثة اللي هتجلب على الجزائر ويلات وويلات كما سأعرض عليكم بالخرائط. بداية هذه هي منطقة الصحراء المغربية، طبعا جوجل بتسميها الصحراء الغربية. وطبعا يا جماعة غالبية هذه المنطقة كلها خاضع للمغرب باستثناء مناطق قليلة جدا هنا. هذه الخريطة توضح الأمور بشكل أفضل. هنا موريتانيا، هنا الجزائر في هذه المنطقة، المغرب اهيت، وكل هذه المناطق تحت سيطرة المغرب. المناطق اللي تحت سيطرة جبهة البوليساريو وهي جبهة ذات التوجه الشيوعي هي منطقة من الآبار اللي هي المنطقة باللون الأبيض، هذه أمقالة، تيفارتي، مهيرس، بئر الحلو. طبعا سنريكم صور على الخريطة ستصدمون اصلا ان احنا في القرن ال21 وفي ناس عايشه بهذا المنظر. يعني كل هذه المناطق لا يوجد فيها طريق اسفلت واحد، لا يوجد فيها بنايه طابقين، لا يوجد فيها طرق، لا يوجد فيها اي شيء. منطقه اسمها مجك، اغوانيت، دجاج، زوغ، دي كلها تحت سيطره جبهه البوليساريو ذات التوجه الشيوعي. ونركز بقى فينا المنطقه دي 5 كيلو منطقه فارغه لا تحت سيطره موريتانيا ولا سيطرة المغرب، ومطلة على المحيط الأطلنطي كما سنشاهد الآن. هنا طبعا إخواننا المسلمين الغلابة في الصحراء المغربية أو يسمونها هم المناطق المحررة. طبعا هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يحاك بهم أصلا. وهنا صور أخرى من المؤتمر الخامس عشر البوليساريو، دول عاملين من نفسهم رئيس الجمهورية والحكومة وهؤلاء يعني. طبعا صورة أخرى من الحضور الذين لا يعرفون ماذا يحاك بهم. كما سنلاحظ هنا مثلا السقف بتاع المكان أو كذا، كلها حاجات بدائية بسيطة جدا يعني. وهنا حتى هو ادي الأعلام اللي هم حاطينها وكلها حاجات بدائية بسيطة. وناس طبعا حسنة النية ولا تعرف شيء ويقولوا من المغرب ضربوكوا وقتلوكوا وآخر ما هنالك، وهفترض أن هذا كله صحيح. أما هنا فخريطة الجزائر، طبعا نشاهد يا جماعة ان الجزائر هنا ليس لها منفذ على المحيط الأطلنطي. يعني الجزائر بتطل على البحر المتوسط، لكن كتلة الجزائر الأساسية حبيسة في الداخل، ويمكن للجزائر بكل سهولة ان هي تأخذ من الصحراء المغربية هنا تأخذ منفذ على المحيط الأطلنطي، وهذا يجعل الجزائر تنشط كثيرا جدا. لكن قبل ذلك تعالوا نشاهد صور من على جوجل طبيعية بدون أي تحيز منا للمناطق اللي تحت سيطرة المغرب والمناطق اللي تحت سيطرة الشيوعيين البوليساريو. طبعا غالبية الأراضي هنا خاضعة للمغرب. تعالوا نأخذ مثلا منطقة الدخلة، ادي الدخلة اهي في المغرب. تعالوا نشوف الصور اللي في مطار الدخلة، وفي شوارع، شوفوا في مطار، في شوارع، في سكن. تعالوا نشوف الصور اللي موجودة هنا، صور هي على جوجل مطار الدخلة. طبعا ده الصور دي عمرك ما هتشوفها في الجانب اللي تحت سيطرة البوليساريو خالص. ادي الطائرات والمطار وفي حركة في البلد، ده اللي تحت سيطرة المغرب. كل المدن اللي تحت سيطرة المغرب بهذا المنظر. تعالوا نشوف مدن أخرى. تعالوا هنا مثلا نأخذ منطقة اسمها بئر كبدور، ادي بئر كبدور. تعالوا ناخد الصور في بئر الكندوز، دي مباني بس مباني بسيطة. هنا مبنى أقوى شوية، بعض المباني أو بعض المظاهر في هذا المكان هكذا. خلينا بس نشوف الصور والسيارات اهي، ده كله من على جوجل. لو في مقهى ولا مبنى كم طابق، 1 2 3 4. طيب تعالوا ناخد شوف بقى الحتة الخطيرة دي. طبعا يا جماعة ده طريق اسفلت موجود في الجانب المغربي. المنطقة دي اسمها كراكوات تحت سيطرة المغرب، وهنلاقي بقى منطقة عسكرية اهي. ادي القوات المغربية
شوفوا الطريق اسفلت اهو، طرق اسفلتيه. شوف هنا طرق اسفلتيه ومباني علم المغرب. عاوزكم تنظروا على هذا الخط ونشوف التهريج ده. حدود موريتانيا مع المغرب، ولكن طبعا في 5 كيلو هنا بدون قوات، منطقه عازله بين المغرب، المناطق الواقعه تحت خط المغرب وبين موريتانيا. شوفوا الخط الحدود يمشي وبعدين يجري انعواج هذا الخط. شوفوا انعواج الخط ده مين؟ ارض موريتانيه نوازيبو. وفي هنا بقى ارض ملهاش صاحب اللي هو الكويره. الكويره دي مش المفروض انها تبع الايه؟ اهي ما فيهاش حاجه. ادي الكويره يا سيدي، ادي المنطقه. شوفوا المنطقه عامله ازاي، لا حد ساكنها ولا حد مستفيد منها ولا اي حاجه. وجات المغرب تاخذها، راحوا بتوع البوليساريو اعترضوا الى اخر ما هنالك، والامم المتحده يعني تركينها كخازوق بين البلدين. تعالوا نذهب الى مدينه اخرى، مدينه العيون اللي هي عاصمه الصحراء المغربيه. شوف بقى الصور في العيون، ادي الصور، المباني. شوف في بلد، شوف الاسفلت، الطرق، ادي الطرق واسعه ازاي، ادي البلد. شوف كل ده موجود في المناطق اللي تحت سيطره المغرب. في بنيه تحتيه يا جماعه. تعالوا نذهب الى منطقه السماره تحت سيطره المغرب، وادي الصور اللي موجوده اهي. في بنيه تحتيه، في مباني الى حد ما، في يعني ادي في مسجد اهوت، في يعني في حتى في اسفلت، في رصيف، ودي في منطقه داخليه جدا. ادي الصور اهي، ما جبناش حاجه من عندنا. ادي المسجد، ودي في مناطق صحراويه. ادي المسجد من الداخل، ده في منطقه صحراويه. الصور دي طبعا لن تجدها اطلاقا في المناطق اللي موجوده تحت سيطره البوليساريو. طرق واسفلت وشوارع وناس ساكنه، في حياه. ما هو لو اجري استفتاء الناس دي هتصاد طبعا، تبقى من المغرب. الناس دي تنهبل في عليها عاشت. شوفوا يعني حتى انت اهو، في حتى مطار هنا اهو، وفي شوارع وفي رسوم وفي مستشفى وفي مقهى وفيه الملعب وفيه رواق كذا ومركز تسوق ومسجد. تعال بقى نروح للمناطق اللي تحت سيطرة البوليساريو عشان اوريك ازاي بيجري اللعب بالبسطاء في هذه الصحراء. البوليساريو عملت المطار بتاعتها في منطقة اسمها تيفارتي. ادي تيفارتي يا سيدي، ادي الصور من تيفارتي. ادي الصور من تيفارتي اهي. شايفين حاجة؟ في اثر لاي مباني خيام اهو في القرن 21 اهي. ادي اللي موجود، عربيات واقفة، ما فيش مبنى. ادي قوات البوليساريو، ودي المياه. فين التعمير؟ فين المباني؟ فيش اي حاجة، كلها خيام وشوية حاجات. ادي يا عم تيفارتي، المنطقة اللي عقد فيها المؤتمر بتاعهم اهو. ايه انت عاوز تعمل ايه؟ فين الدولة اللي انتوا بتقولوا عليه؟ وفي حد يعمل دولة في مكان مثل هذا يا جماعة؟ هتروح على طول بصراحة، هتروح فرنسا تدي $1,000,000 لكل واحد في الوزير في الحكومة بتاعتها وتعمل لها قواعد عسكرية هناك وخلاص يا جماعة اهو. ادي تيفارتي يا سيدي، المنطقة اللي عقدوا فيها المؤتمر. تعالوا تاخدوا بئر الحلوة. ادي بئر الحلوة يا سيدي، ادي الصور. في حاجة؟ مفيش حاجة. خش على المحيبس ولا اللي مش عارف ايه، ما في حاجة اهي. ادخل انت واعمل جولة وشوف الخريطة. العجيب في الامر هو موقف الحكومات الجزائرية المتعاقبة، والتي تقول انها بتسلح وتدعم جبهة البوليساريو الى اخره، تحت زعم انها بذلك تساعد حق تقرير المصير وتصفية الاستعمار الى اخر ما هنالك. طبعا ما فيش حاجة اسمها حق تقرير المصير في الاسلام، والاتحاد الاوروبي لم يقبل به في حالة اسبانيا لما اقليم كاتالونيا اراد ان ينفصل، ولما الولايات الجنوبية في امريكا ارادت تنفصل حصل حرب اهلية في امريكا، ولم يسمحوا بشيء اسمه حق تقرير المصير. لكن ستجد تقرير حق المصير يرفع فقط في البلاد الاسلامية لتقسيمها، وممكن مجموعة في الجزائر تطلع وتقول احنا عاوزين نعمل حق تقرير المصير. لكن العجيب ان الجزائر بدلا من ان تقتسم الصحراء مع المغرب، وانا شايف ان موقف المغرب منطقي. موقف المغرب يقوم على اساس يا جماعة تعالوا نقسم الصحراء، وقبل ذلك المغرب قبلت تقسيمها مع موريتانيا. يا موريتانيا انت جزء وانا جزء، ومفيش داعي نحارب بعض، فموقف منطقي. لكن العجيب ان موقف الحكومات الجزائرية هي بتقول لن نعطيها للمغرب ولن نأخذها. طب ما تأخذوا جزء من هذه الأراضي واعملوا لأنفسكم منفذ على المحيط الأطلنطي. يعني انت يكون عندك موقع استراتيجي يجعلك تطلع على المحيط الأطلنطي ويرفضوه. وبعدين الإخوة الصحراويين الذين اتصلوا بيه قالوا المغرب قتلتنا وعذبتنا وقصفتنا بالطائرات والنابالم وكلام من هذا القبيل.
بغض النظر صح أم خطأ. طب ما رأيكم في الجزائر؟ قالوا بلد جميلة وشعب زي الفل. قلت لهم خلاص اتفضلوا انضموا إلى الجزائر، يعني المناطق التي تحت سيطرة جبهة البوليساريو تنضم وتعلن نفسها أرض جزائرية وخلصنا، ويكون للجزائر منفذ على المحيط الأطلنطي وخلاص. احنا عاوزين وحدة إسلامية، مش كده؟ نتفضل نوحد الجزائر مع المناطق اللي موجودة تحت سيطرة الإيه؟ البوليساريو. إلا إن الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفضت ذلك، وعملت حاجة أعجب من العجب. عارف أنت الواحد ناس بتمسك إيه؟ بتمسك السيف وتحارب بيه كده، فتلاقي مقبض السيف هنا. فراح الحكومات الجزائرية، المغرب ماسكة سيف وعاوزة تاخد الأرض دي، فراحت الحكومات الجزائرية عاملة إيه؟ ماسكة سيف بقى بتطعن به المغرب. بس السيف اللي الحكومات الجزائرية ماسكاه المقبض بتاعه مش من النهاية، لا، مقبضه في النص، وهنا نصل يطعن بيه ونصل يطعن بيه. فالحكومات الجزائرية تطعن المغرب، وبعدين تيجي ترجعه تاني تطعن نفسها، تطعن الجزائر وتطعن في المغرب، وتطعن في نفسها وتطعن في المغرب وتطعن في نفسها. راحت الحكومات الجزائرية وهؤلاء تحت الصراع مع المغرب، أدى ذلك في النهاية كله إلى إيه؟ إلى قدوم قوات أجنبية من دول عديدة تأتي وتجلس في الصحراء المغربية. فأصبح الجزائر فيه قوات أجنبية على أراضيها. في لحظة ما القوات الأجنبية دي تستطيع أن تحارب الجزائر تحت أي مسمى. تخيلوا فيه دولة في العالم تروح تأتي بقوات أجنبية وتحطها عندها. هذا الذي جرى من الحكومات الجزائرية. الأعجب من ذلك أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة تقول نريد أن يكون هنا دولة للصحراويين. عدد كل الصحراويين سواء اللي عايشين في المغرب وهؤلاء الأغلبية أو الأقلية اللي عايشين في الجزائر وكذا عددهم 500,000. مساحة اللي موجودة تحت تحت سيطرة البوليساريو 94,000 كيلو متر مربع، مساحة بسيطة جدا. طب لما تقوم دويلة صغيرة بين المغرب والجزائر ماذا سيحدث؟ الحكومات الجزائرية متصورة أنها تكون في حمايتنا، فهيكون لنا منفذ على المحيط الأطلنطي. طبعا هذا عشم إبليس في الجنة، لأن الدويلة الصغيرة اللي أنت عاوز تأسسها ستأتي لك بالجيش الأسباني مرة ثانية. وأنتم كجزائريين من الذين ينشطون الآن في الصحراء المغربية؟ جهات أسبانية كلها وأجنبية كلها على أرضك عندك، بل بيأخذون الأطفال الصغار من أبناء الصحراويين إلى أسبانيا يعيشون مع أسر أسبانية. وطبعا حتى المتعلمين من الصحراويين بيعرفون اللغة الأسبانية. فأنت هؤلاء بيجري تربيتهم في أسر أسبانية، ثم هيرجعهم لك عندك خازوق عندك في الجزائر. هذا الخازوق لا مؤاخذة في ظهرك في الخلف. أنت تعمل في نفسك كده؟ يوم ما تبقى الصحراء دويلة هتجيب الجيش الأسباني وتقعده وتقول له احميني من الجزائر والمغرب سوية. ماذا يعني دويلة صغيرة؟ هذا وبال على جيرانه. تعالوا نشاهد حالات عندنا دويلات بهذا المنظر. هنا يا جماعة، هنا الكويت اهي. الكويت دولة صغيرة. هل لما وجدت الكويت طلبت حماية من العراق ولا طلبت حماية من السعودية أو من إيران؟ لا، أتت بالجيش الأمريكي هنا، وأصبح الجيش الأمريكي موجود في قلب الكويت. أدي الكويت يا سيدي، دولة صغيرة لا احتمت بالجزائر ولا بالمغرب، راحت جابت دولة جيش أجنبي. طيب عندك هنا مين؟ قطر دولة صغيرة. مين الدول المجاورة بها؟ السعودية هنا، أدي قطر. إيران هنا، لا احتمت بإيران ولا بالسعودية، أتت بالجيش الأمريكي، قاعدة العديد في هناك. طيب بجوار قطر مين؟ جزيرة البحرين، دولة البحرين، دولة صغيرة لم تحتمي بجيرانها لا بقطر ولا بالسعودية، أتت بالأسطول الخامس الأمريكي وجلس عندها. تعال جيبوتي، هنا جيبوتي دولة صغيرة. ماذا فعلت جيبوتي؟ لم تحتمي لا بالصومال ولا بإثيوبيا ولا باليمن، إنما أتت بقاعدة فرنسية، قوات فرنسية وقوات أمريكية وقوات صينية. وهذا الذي سوف يجري في الصحراء المغربية، إن اللي هيجرى إنها لن تحتمي بالجزائر ولا بالمغرب، هتجيب لك جيش من أسبانيا يجلس كخنجر في ظهرك في الجزائر وفي ظهر المغرب. فبالتالي موقف الحكومات الجزائرية غير مفهوم، هو ضد الأمن القومي الجزائري. أرجو أن الحكومة الجزائرية والرئيس عبد المجيد تبون يتنبه لهذا الخطر ويجري ضم هذه الأرض للجزائر. تاخذوا الأمور، يعني المفروض يعقد مجلس
ويخطط كيف ان احنا المناطق المحررة نضمها باسلوب سياسي دبلوماسي وتصبح ارضا جزائرية، ونتفق مع المغرب ونغلق هذا الملف، ولا نترك لا اسبانيا ولا فرنسا ولا قوات اجنبية تأتي، لانها في وقت ما ستحارب الجزائر وتحارب المغرب. ارجو مشاهدينا ان تكون الصورة قد وضحت، وارجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر، ومن يرغب في التواصل معي رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر اسفل الفيديو. اسفل الفيديو رابط باهم الكتب المسموعه على اليوتيوب في مجال التاريخ، ارجو ان تسمعوها لاهميتها. طبعا منها كتب عن دولة المرابطين ودولة الموحدين، حيث لا يوجد كيان اسمه الصحراء الغربية ولا كيان اسمه المغرب ولا كيان اسمه الجزائر، في حاجة اسمها دولة المرابطين، دولة الموحدين. الناس اللي بتتكلم في التاريخ تذكروا ان البلدان الثلاثة كانت جزء من الدولة الأموية، ثم بعد ذلك في عهد المرابطين والموحدين وغيرها من الدول. يعني من الذي قسم هذه البلاد؟ الاستعمار والكيانات اللي هي فتتتها. فلا يجب أن نبقي أبدا هذا التفتيت. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.